واش خبرك علاش المغاربه كيقول لك خلعتيني ما كيقولكش خوفتيني او اخفتني كما في بعض الدول العربيه؟ لان جدودنا جزاهم الله عنا كل خير بناو الهندسه ديال الدارجه المغربيه على جوج الحوايج مهمين في العمليه التواصليه. الحاجه الاولى هي فصاحه اللغه العربيه، وهذا لا نقاش فيه في تقديري المتواضع. الحاجه الثانيه هي الدقه المتناهيه في التعبير عن الاحاسيس وعن الاشياء في العمليه التواصليه في الحياه اليوميه ولو في ابسط الاشياء. تقول العرب رجل مخلوع الفؤاد، اي ان به واحد الفزع مستمر اللي كيخليه اي حاجه فاجأته او صدمته كيتخلع. لان رجل مخلوع الفؤاد هو ذاك الرجل اللي كنسميوه حنايا من الناحيه النفسيه فيه لي كريز دو بانيك، كيجيه ذاك النوبات ديال الخوف. وتقول العرب هذا رجل به خلع. هنا اشاره مهمه عند العرب، لان هذه المساله كانوا كيستعملوها في الناحيه الطبيه. كل رجل به خلع اي انه الاعراض النفسيه، عدم الاستقرار النفسي والاطمئنان ديال القلب ديالو خلى البدن ديالو كيكون كيرتجف، خلى البدن ديالو كيبانوا فيه شي اعراض اللي كيعرفوه مباشره بان هذا رجل به خلع، اي انه مريض نفسيا. وبالتالي البدن ديالو بدا كيستقبل هذوك الضغوطات النفسيه. وفعلا كل ما كنتي مطمئن نفسيا، كل ما كان القلب ديالك مطمئن، كل ما كانت الصحه النفسيه ديالك قويه، البدن ديالك المناعه ديالو حتى هي كتكون قويه باذن الله عز وجل. فغادي نستنتجوا هنا جوج الحوايج في غايه الاهميه كما قلت في بدايه الفيديو، وان المغاربه بناو الدارجه المغربيه على جوج الحوايج: فصاحه اللغه العربيه. الحاجه الثانيه اللي مهمه ما يسمى في علم التواصل البنيوي وفي علم النفس لاغيتي ايموسيونيل، اي الدقه المتناهيه في التعبير عن الاحاسيس. المغربي ما كيستعملش اي فعل باش بغى يعبر على ذاك الفزع اللي كيخلي القلب كيتقلع من بلاصتو. ما قالش خوفتيني او اخفتني، قال خلعتيني. كيف احنا المغاربه كنفرقوا ما بين خلعتيني وخوفتيني، كنفرقوا ما بين واحد به خلع وواحد اصابه الخوف. انت وانتي شنو هو الفعل اللي كيخليك او الكلمه اللي كتستعملها او اللي انت كتبان لك بان هذه الكلمه كتعبر على العبقريه ديال المغاربه والعبقريه الدارجه المغربيه في العمليه التواصليه؟ اعانكم الله.